بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا ذكره المؤلف رضي الله تعالى من سنن الأذان. من يذكر لنا من سنن الأذان؟ من سنن الأذان، ما هي من سنن الأذان؟ سنن الأذان أن يردد بعده الأذان. طيب، أيضا من سنن الأذان الدعاء بعده. من يأتي بالدعاء؟ من حفظ الدعاء؟ أيوه، من؟ حفظتم الدعاء أو لا؟ إنك كويس. آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه. أحسن. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأيضا ماذا يقول بعد الأذان؟ يأتي بهذا الدعاء. وأيضا ماذا؟ اللهم ايش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدعاء هناك يقال بعد أشهد أن محمد رسول الله. وبعض العلماء يقول بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن. ولكن أكثر العلماء على أنه بعد شهادة أن محمد رسول الله. ما هو؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد وأن محمد عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ما شاء الله، تمام. قال سنة الفجر وفيه عدة سنن. قال وسنة الفجر وفيها عدة سنن. قال وسنة الفجر هي أول السنن الراتبة التي يعملها العبد في يومه، وفيها عدة سنن، وقبل بيانها لا بد من بيان بعض ما يخص السنن الرواتب. والسنة الراتبة هي السنة الدائمة التابعة للفرائض. هذه سميت سنن راتبة لأنها دائمة وتابعة للفريضة، مرتبة على الفريضة، ليست مطلقة. سنة الفجر هي أول السنن الرواتب التي يعملها العبد في يومه هي سنة الفجر. قال اختلف في عدد السنن الرواتب على قولين، أي اختلف العلماء. القول الأول أن عددها 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها أي بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وهذه 10 ركعات متفق عليها بين العلماء، كما نقل ذلك ابن هبيرة رضي الله عنه. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح
وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، وقبل الظهر ركعتين وليس ب4. قال وقبل الصبح ركعتين قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي في هذا الوقت لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر. قال والقول الثاني أن عددها 12 ركعة، وأن قبل صلاة الظهر 4 ركعات لا ركعتين، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. الأقرب والأرجح أن السنن الرواتب كم؟ 12 ركعة. ولعل ابن عمر كما سيأتي لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته سنن الرواتب يصليها في بيته، والزيادة أيضا أفضل. قال ويدل عليه أي أن 12 ركعة حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، وعند مسلم من حديثها قالت كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر 4، إذن ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. قال وحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وأخرجه الترمذي وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. قال واختلف أهل العلم في الجمع بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر ركعتين، وبين حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 4 ركعات. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصلي قبل الظهر 4 وتارة يصلي قبلها ركعتين، وقيل أن مع تعارض الحديثين يؤخذ بالزائد ويصلي الإنسان 4 ركعات قبل الظهر، وقيل إن صلى في بيته يصلي 4 لحديث عائشة رضي الله عنها، وإن صلى في المسجد يصلي ركعتين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. والأظهر والله أعلم أنه يؤخذ بالزائد لاحتمال اطلاع عائشة رضي الله عنها في بيتها على ما لم يطلع عليه ابن عمر رضي الله عنهما، ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها عند مسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، وفي رواية غير فريضة بني له بهن بيت في الجنة. والأفضل أن تؤدى السنن الرواتب في البيت. إذن هذا هو الأظهر والأفضل والأرجح أن السنن الرواتب كم؟ 12 ركعة، وأن قبل الظهر 4 ركعات يأخذ العبد بالزائد. هذه نوافل. وأيضا كما في حديث عائشة، ولعل عائشة اطلعت على ما لم يطلع عليه ابن عمر، كما مر معنا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته، وهذا هو الأفضل أن تصلى في البيوت كما سيأتي معنا مما سيذكره المؤلف من الأدلة. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عندما رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته ركعتين ثم خرج لأمر فصلى ركعتين في المسجد، فرأى ابن عمر فقال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. فإذن سنن الرواتب الراجح أن 12 ركعة. حديث أم حبيبة من صلى في يوم وليلة 12 ركعة في رواية من غير الفريضة بني لهن
بني له بهن بيت في الجنة. قال ويدل عليه أي أن السنن الرواتب تصلى في البيت، الأفضل أن تؤدى في البيت. قال حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا المكتوبة. ما هي المكتوبة؟ الفريضة، الواجبة والفريضة. أما السنن فالأفضل أن تصلى في البيت لأنها أبعد للرياء والسمعة، أنه أبعد من الرياء والسمعة. إذا صلى في بيته العبد لا أحد يراه ولا أحد ينظر إليه، فلا يتسرب أو يأتيه رياء أو سمعة كما ذكر العلماء عند شرحهم لهذه الأحاديث. لماذا أفضل صلاة المرء في بيته؟ قالوا لأنها أبعد للرياء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. نعم، جاعل في بيته من صلاته خيرا، كما تقدم أنها أبعد عن الرياء، وكذلك لتعليم أولاده ويقتدي به أولاده لما يروا يصلي صلوا معه. هذا معروف، هذا أمر معروف. العبد إذا فعل شيء الأولاد يفعلون مثله ويقتدون به، فإذا رأوا يصلي، ما أحدنا إلا أبو زينو، إذا رأوا الأولاد، إذا رأوا الأب يصلي، يأتي مباشرة يقف بجنبه يصلي. صح أبو زينو؟ تفهم؟ يأتي الولد مباشرة بجنبك، خاصة البنات تأتي تصلي بجنبك. فهذا فيه تعويد الأبناء على الصلاة وتعليمهم على الصلاة. قال: آكد السنن الرواتب. حديث عائشة، أي آكد السنن الرواتب هي سنة الفجر. آكد السنن الرواتب هي سنة الفجر، هي أول سنة يعملها العبد من السنن الرواتب في يومه، وهي آكد السنن أي أفضل السنن، والتي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر، وسيأتي معناه ما هو الصحيح في السنن الرواتب في حال السفر. قال: آكد السنن الرواتب. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدهما ولا يتركهما حريص على أن يصلي. قال: حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولمسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. جيم. جاء في الصحيحين مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع سنة الفجر ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا. قال ابن القيم رحمه الله: ولذلك لم يكن يدعها أي سنة الفجر هي والوتر سفرا وحضرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم
صلى سنة راتبة غيرهما، أي غير الفجر والوتر، غير الفجر والوتر. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.